اوعى تفرط في ال10 ايام دول، دي الفرصة الأخيرة. خلاص يا صديقي، المحطة الأخيرة وصلت، 10 أواخر بدأوا. لو حاسس إنك قصرت في أول الشهر انسى ده كله وعايزك تركز في اللي جاي. دي أيام العتق من النار، يعني الفرصة ممكن تغير قدرك كله في ليلة واحدة. أولا يا صديقي، ليلة القدر هي الهدف، ما تدورش هي أنهي ليلة في الأواخر، خليك شغال كل الليالي، ركعتين بخشوع وسجدة طويلة، دعاء من القلب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. الكلمة دي لو طلعت بصدق كأنك عبدت ربنا عز وجل أكتر من 80 سنة. تاني حاجة، رفع حالة الطوارئ في البيت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. شد المأزر، يعني استعد بكل طاقتك، قلل الموبايل، قلل الخروجات، خلي الساعات دي كلها لربنا عز وجل وبس، صدقني مش هتندم. تالت حاجة، تصدق لو بجنيه واحد، طلع صدقة كل ليلة في ال10 الأواخر، عشان لو صادفت ليلة القدر تبقى كأنك تصدقت كل يوم لمدة 83 سنة. تخيل الأجر عامل إزاي. فيا صديقي، السباق لسه ما خلص، والجوائز الحقيقية في خط النهاية. قول لي بقى في التعليقات، بدأت إنك تستعد ال10 الأواخر دول ولا لسه؟ وبس كده يا صديقي، سلام.